ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده هنعمل فيديو جديد. هنعمل عكاوي بالباميه، طاجن عكاوي بالباميه. بصوا بيبقى منظره كده. انا ما رضيتش اقطعه الا قدامكم اهو. بصوا بيبقى منظره كده. في ناس تقول عليه عصعوص وفي ناس تقول عليه عكاوي. طبعا هستعمل معاه فلفل الوان، طماطم وبصل وثوم. ده غير طبعا الباميه هي في الفريزر، وقبل ما هو يكمل سواه هحط الباميه. تعالوا نشوفوا بقى هنعمل ايه فيه دلوقتي. هو فيه دهن كتير اهوت، لازم يتشال طبعا. ده طبقه الدهن دي لازم تتشال كده. مش كلها يعني، مش هنشيلها كلها. بس كده. هنبتدي بقى ايه نقطعه. يعني بيبقى فيه ايه، في فاصله كده ما بين قطعه وقطعه. احنا بقى ايه نقطع كده. يا حبايبي احنا قطعناها اهي اهي. دلوقتي انا غسلتها مره واثنين وثلاثه اهو. احط بقى عليها دلوقتي انا ايه ليمون. بصوا يا حبايبي، احنا قللنا كميه العكاوي علشان الضيوف اللي كانوا هيجوا اعتذروا، فقللنا كميه العكاوي، قللنا كميه البصل اهو. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل البصل نخرطه، الفلفل الالوان والثوم والحاجه ونجهزه. انا مش هضربه في الكبه، انا هعمله كده بالطريقه دي. اكمل بقى ايه بقيه البصل والفلفل وكده ونرجع تاني. بس يا حبايبي احنا خلصنا من البصل. دلوقتي هنخرط ايه الفلفل. بصوا يا حبايبي، احنا هنا حطينا البصل مع فلفل الالوان مع الثوم اهو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه طماطم. كله مكعبات صغيره.
حبايبي احنا خرطنا كل حاجه اهو، البصل مع الطماطم مع الثوم مع فلفل الالوان، كله فلفل حراق. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبهر الاكل اهو. هنحط اول حاجه فلفل اسمر، شويه كزبره، شويه كمون، دي بهارات مشكله، فلفل الملح ده اللي هو مبهر، هنحط ايه؟ ملح العادي، وهنحط حبايبي معلقه سمنه. كل ده بقى هنقلبه مع بعض. ونتكه كده ونعصر كده بايدينا. بعد كده بقى هنحط ايه؟ العكاوي، هو الطاجن ده اللي هيتعمل فيه. يبقى كده فاضل لنا ايه؟ الصلصه بس. وقرب ما تيجي تستوي هنحط الباميه كده هي تتشرب بيه. كده نسيبوه بقى يتشرب ببعضه. بعد كده ايه؟ نحط الصلصه لما نيجي نسوي بقى. بصوا يا حبايبي دلوقتي انا هنعمل ايه؟ حطيت معلقتين صلصه وايه، وهنسقي بيها العكاوي. كده هنغطيها بقى بورق زبده، وبعدين ورق فويل، وبعدين نغطي بالغطا بتاع البريم. هعمل لي ورق الزبده ده وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي بليت ورق الزبده وغطيته. لما تبليه تعرفي تسيطري عليه في الفريزير. دخلوه بقى الفرن بقى على طول. بعد كده بقى ايه؟ قرب ما يجي يستوى هنحط الباميه على طول. بصوا يا حبايبي احنا هنشوف دلوقتي البرام اللحم العكاوي استوت ولا لا، عشان اقدر احط الباميه.
لسه تقريبا لسه شويه، هشوف كده. لسه شويه عشان هي الباميه مش هتاخد سوا، فلازم العكاوي تكون مستويه 85%. هزودها شويه ميه وارجعها تاني الفرن. بصوا يا حبايبي، انا كده دلوقتي اللحمه استوت اهو، فاضل لها حاجات بسيطه. هحط دلوقتي انا الباميه اهي، العصعوص، لا هغيرها الحته دي. بصوا يا حبايبي، البرام طالعه اهوت، هوريه لكم دلوقتي اهوت. بصوا عامل ازاي، بصوا العكاوي، بصوا الباميه، بصوا عامله ازاي. ايه رايكم بقى؟ يلا بالهنا والشفا للي ياكل. سلام يا حبايبي.